اندهي لي احمد بعد اذنك. اندهي لي احمد. اندهي احمد. يا احمد يا سعيد. احمد يا سعيد. احمد يا سعيد. احمد. 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 افتح. مراته. انا مراته. فين هو؟ احمد سعيد فين؟ فين؟ جوه عربيته هنا. ريحته هنا. كده يا احمد. بتعملي ايه؟ انت بتعملي ايه؟ احمد انت عارفه انا ممكن ابلغك بلغي. دلوقتي؟ بلغي الدنيا. خليه يطلعوا بره. ماشي خشي. خلاص. اطلعي بره بيتي. اطلع بره بيتي؟ اطلعي بره بيتي. اعرف فين هو. طب اطلعي بره البيت. نتكلم بهدوء. طب اطلعي بره نتكلم بهدوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهدينا ومتابعين قنواتنا، قناة يوميات محمد جمال، وقناتنا التانية قناة محمد جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هي دي؟ هي دي الست والله. هي دي فاكرينها؟ بتاعت أحمد سعيد اللي راحت لجوزها في البيت وما لقيتوش في الآخر. ها؟ والمشكلة إن الراجل متجوز على سنة الله ورسوله. المشكلة إن الراجل متجوز على سنة الله ورسوله. ومطلق حضرتك. مطلق حضرتك. تمام؟ انما ليه الصرم ما بقاش قد كده؟ ليه ما نعملش فيديوهات؟ والحق يا سياده الوزير الفلانكات بتتسرق، الحق يا سياده الوزير بياخدوا حاجات من المصنع، الحق يا سياده الوزير القطر بيتفكك وبيتباع خرده لوكاله البلح. ليه الصرم ما يهريش؟ هو مش سايبك يا بنتي، هو مش خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. تمام؟ ليه طلع الراجل في حاله؟ ليه؟ انا الراجل ما شفتوش لحد دلوقتي. الراجل انا حرفيا لحد دلوقتي ما شفتوش. انا مش فاهم. الحق يا سياده الوزير فرنكات ايه اللي بتتسرق؟ انت هبله. فرنكات مين اللي بتتسرق؟ انت عارفه يعني اصلا فرنكات؟ انت عارفه يعني اصلا فرنكات؟ فرنكات ايه اللي بتتسرق؟ وعملت بلبله وعملت حوارات. ليه؟ هو راجل اتجوز. تمام؟ على سنة الله ورسوله. والست اللي انت شفتيها دي او اللي انت شفتوها دلوقتي لما دخلت عليها البيت وقالت لها انت اللي بتعملي ده غلط، انا ممكن اطلب لك الحكومه او الشرطه. قالت لا نتكلم بالذوق، نتكلم بالهدوء. لما جابت الست قايله لها ممكن اطلب لك الشرطه. ايه ده؟ وفضحت الدنيا والناس كلها عرفت ان الراجل اصلا مع واحده ثانيه غيرك وفي الحرام، رغم ان الراجل متجوز على سنة الله ورسوله وشكلها ست بيت. يعني شكل الست اللي فتحت لك الباب، تمام، مراته، ومعاه شقه وبتاع واوضه نوم ونيش وتلفزيون، يعني مجهز الدنيا الراجل، ومتجوز على سنه الله ورسوله. مش واخد واخد واحده مثلا في الحرام او مثلا في شقه تانية او بيعمل حاجه غلط. وطلع ان الراجل مطلقك. انما ليه بقى الغل بتاع الحريم؟ ليه الغل بتاع الحريم والصرم انا مش عارف في ايه بجد. وراح تقلب الدنيا وتقلب السوشيال ميديا بفيديو، والحق يا سياده الوزير طلع بفيديو دلوقتي يا شباب بتقول فيه مع بتبعت رساله لوزير النقل، يعني كامل الوزير، بتقول له الحق يا سياده الوزير الفرنكات بتاعت القطارات والحاجات اللي في المصنع بتتسرق وحضرتك مش واخد بالك، والمشاريع اللي بيدفع فيها ملايين، ويجوا فنيين يسرقوا الفرنكات ويسرقوا مش عارف ايه ويسرقوا ويروحوا بعد كده يتجوزوا جوازات تانية. طب وانت مالك؟ يتجوز واحده اتنين، انت هتغيري في شرع ربنا؟ وبعدين ده راجل مطلقك، انت هتغيري في شرع ربنا؟ واحد دلوقتي سابك واتجوز جوازه تانية وتالتة ورابعه، انت مالك؟ وبعدين دلوقتي بقى بيسرق وهو ما كان معاكي ومتجوزك ما كانش بيسرق. ده لو هو بيسرق وهو لما كان معاكي ومتجوزك وبتاكلي وبتشربي من عرقه وشقاه، ما كانش برضه ساعتها سرقه بقى. ما طلعتيش عملت فيديو قلت الحقوني يا سياده الوزير، الحقني يا سياده الوزير في سرقه في سكه الحديد. انما دلوقتي لما اتجوز جوازه تانية، الحقني يا سياده الوزير الملايين بتاعت البلد بتتسرق. صح؟
ويروحوا بعد كده يتجوزوا جوازات تانية. هي بتقول كده لسياده الوزير يعني. طب هو الوزير ماله ومال الجوازات التانية؟ ان شاء الله يتجوز 100,000 جوازه، انت مالك؟ وسياده الوزير ماله ومال الكلام ده؟ لا اله الا الله. احمد سعيد اتجوز جوازه تانية، ماشي. فتش يا سياده الوزير وشوف فلوس الدوله بتروح فين. فتش يا سياده الوزير وشوف فلوس الدوله بتروح فين. عملت بلبله وعملت حوارات بالاونطه، وهيجت الدنيا على الموظفين بتوع السكه الحديد وبتوع المترو بالمره بالاونطه. بالاونطه ليه؟ عشان الصرم. ان كيدهن عظيم، ان كيدهن عظيم بجد بجد بجد. يعني الكيد بتاعهم غلب كيد الشيطان، غلب كيد الشيطان. هيجت الدولة وهيجت الدنيا وهيجت الرأي العام، وكل ده بالأونطة عشان جوزها اتجوز عليها. جوزها ايه؟ طليقها اتجوز عليها. طب وانتي مال اهلك؟ وانتي مال اهلك؟ ما يتجوز جوازة تانية ولا رابعة. ما هو كان معاكي ما حافظتيش عليه ليه؟ مش كان معاكي ما حافظتيش عليه ليه؟ ولما لقى واحدة تانية وراحة تانية في بيت تاني، جاي دلوقتي الصرمي هري، الصرمي يولع. الحقني يا سيادة الوزير، ما لقيتيش فايدة، ما لقيتيش منه فايدة، ما عرفتيش تاخدي معاه حق ولا باطل. الحق يا سيادة الوزير، المال العام بيتسرق. الحق الفرنكات بتتسرق. فرنكات ايه يا بنت اللذينه؟ انت الواحد مش عاوز يغلط. انت تعرفي تفك فرنكه من الفرنكات؟ انت تعرفي طب فك فرنكه. هاتي لي شيخ الحراميه يفك فرنكه في وقت قصير. هاتي لي شيخ الحراميين كده يفك فرنكه من الفرنكات دي. تعالوا نروح للفيديو يا شباب عشان ما اطولش عليكم. بتاع الست دي لما بتقول الحقنا يا سياده الوزير، الفرنكات بتاعت القطارات والحاجات اللي في المصنع بتتسرق وحضرتك مش واخد بالك. تعالوا نروح للفيديو ونرجع لكم تاني، يلا بينا. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. الرسالة دي بقى لمين؟ لسيادة الوزير، وزير النقل كامل الوزير. انا عايزة اعرف بس من حضرتك، لو انت ما عندكش علم انا اعرفك انك الفلنكات القطارات والحاجات اللي في المصنع اللي بتتسرق وفيها اختلاس، وحضرتك مش واخد بالك بالمشاريع اللي بيدفع فيها ملايين، تمام؟ ويجي العمال الفنيين يسرقوا ويروحوا بعد كده يكبروا ويتجوزوا ويسرقوا الناس ويروحوا يتجوزوا جوازات تانية ويروحوا ديسكوهات ويشربوا خمرة. ما هو كل ده من السرقة. ما هو انتوا لازم تفتشوا ولازم تشوفوا احمد سعيد جاب له الفلوس دي منين؟ ازاي سايبينه؟ وكمان سايبينه وخد عيالي مني وكمان ومعاه فلوس قد كده. كل ده من الاختلاس. هو في ايه؟ واحد فني في لحظة يبقى معاه فلوس قد كده منين؟ وطبعا مفيش اثباتات، بس انا بقى احب اعرفكم كويس قوي ان المصنع فلنكات القطارات في سرقه قد كده بتحصل. يا سياده الوزير لازم تاخد بالك منها، عشان الراجل لما بيكون على قد حاله وبعد كده بيفتري من الحرام واكل الحرام ربنا ما بيسيبش. فانتوا لازم تاخدوا بالكم عشان اللي حصل معايا ما يحصلش تاني. والموردين اللي بيروحوا يشوفوا الفنيين وياخدوا من تحت الترابيزه وفلوس الدوله كلها تروح وتتخرب. الفلوس الحرام بتيجي على البيوت بالوحش يا جماعه. الفلوس الحرام بتيجي على العيال. زي ما انتم شفتوها كده وهي طالعه تندب. الحقنا يا سياده الوزير، الحقنا يا سياده الوزير، الامال العام بيتسرق والفرنكات بتتسرق والدنيا بتخرب وحضرتك مش عارف حاجه. انزل فتش ومش انزل فتش. مش عارف. طب انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ برضو عملت بلبله وصورت قبل كده ودخلت البيت وبتاع، والوليه فتحت لك اللي هي مراته الجديده، ودخلت ما لقيتوش جوه، وقعدت تقول ايه؟ لا ده عربيته تحت، لا ده ريحته هنا في المكان، لا ده هو هنا، وقعدت تدور عليها. لا مفيش حد. اطلب لك الحكومه دلوقتي ولا تطلع بره؟ مش تطلع بره بيتي. وطردتك. ليه تهيني نفسك؟ ليه ما بنحسش بالنعمه اللي في ايدينا الا لما بتروح مننا؟ ليه ما بنحسش بالنعمه اللي في ايدينا الا لما بتروح مننا؟ ليه الستات يعني بعض منهم تمام
اللي هو يعني بتتنمرض على جوزها، وبعد ما تتنمرض على جوزها وبتطلق بتحس ان كانت معاها نعمه، وبعد كده بتحب عاوزه ترجع لها تاني، وبس خلاص خلصت. طب ما هو كان معاكي، ما هو كان معاكي، ما حافظتيش عليه ليه؟ ما هو كان معاكي، ما حددتيش على بيتك ليه؟ وحوطت على بيتك وعيالك ليه؟ ليه؟ بعد كده دلوقتي بتبقى بتعيطي وبتندمي. وفي ستات بتندم بس بالطريقه، ما بتطلعش تقول انا كنت بحبه او انا مثلا عايزاه او كده، أو لا، الغل اللي هنا بيطلع بقى، الغل، والغل ده بيبان بطريقه تانية. الغل هو اللي بيظهر. انما لو واحده طالعه ربنا يسهل لك، ربنا تلاقي واحده احسن مني او انا الاقي واحد احسن منك، وربنا يسهل لك الحال ويسهل لي الحال وبتاع، وتبقى بالتراضي كده، دي ست عادي، الدنيا تمام التمام انما الغل بقى ده هو ده سر الحب اللي هي كانت بتحبه، بس هي اتنمرضت وبعد كده ايه؟ عاوزه ترجع له تاني. بس ارجع له تاني ازاي؟ بغباء، ان انا اوديه في داهيه، ان انا البسه نصيبه، ان انا اعمل معاه اي حاجه، ان انا اسجنه. شفتوا الطريقه دي جايه ازاي؟ الطريقه دي ده مالي طريقه الشيطان، طريقه الشيطان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان كيدهن عظيم، ان كيدهن عظيم. وكيدهم بصراحه غلب كيد الشيطان، غلب كيد الشيطان. واحده طالعه جوزها اتجوز عليها يا جدعان انا غلطت تاني، طريقها اتجوز عليها. واحد غريب كان وبعد كده بقى حاجه تانية، اتجوز عليها، تروح تفضحه، تروح عاوزه تسجنه. انت شفتيه وهو بيسرق الفلانكات؟ هو جه قال لك انا بسرق؟ يعني هو طلع راجل اهبل كده ومجنون، حتى لو هو حرامي وبيسرق مثلا، جه اهبل كده هو اتجنن في دماغ امه وجه قال لك حبيبه قلبي انا سرقت النهارده فرنكتين 3 فرنكات؟ ها؟ هو جه بيقول لك كده؟ تمام؟ ده يبقى راجل ناقص. هو جه قال لك كده؟ ناقص ايه؟ ده مش ناقص، ده يبقى راجل اهبل وعبيط. يروح يقول لمراته؟ ما بقاش في امان. حتى لو الواحد قال لمراته ايه، ممكن يجي في يوم من الايام تفضحك، هيجي في يوم من الايام تفضحك. ده لو انت حرامي وبتسرق وهي كلامها حقيقي، وهي مثلا انت قلت لها الكلام ده وهي عارفه عنك الكلام ده، ده بنتكلم بنقول لو احنا الراجل ما ثبتش عليه حاجه، والراجل اصلا احنا ما شفناهوش في طبق اليوم لحد دلوقتي، اللي هي عماله يا احمد يا سعيد يا احمد يا سعيد. انا مش فاهم الصرم بتاعك ضرب لحد ما خرم السقف ليه؟ هيجت الدنيا بالاونطه، هيجت الراي العام كله. وطالعه في فيديو تاني دلوقتي هيوريه لكم، بتقول انا اسفه يا سياده الوزير، انا اسفه، انا مش قصدي، انا بعتذر لوزاره النقل، انا مش قصدي ان انا اقول كده على وزاره النقل ولا احنا هنستعبط. ما انت طالعه بتقول على جوزك، انت بتطلع بقى يا سياده الوزير الحاجه بتتسرق، فلوس الدوله بتتسرق، انت ما قلتيش حاجه لوزاره النقل عشان تطلعي تقول انا اسف يا سياده الوزير ان انا اصلا طالعه مش عارفه ايه، ان انا اصلا مش طالعه اهاجم وزاره النقل، انا مش طالعه اهاجم وزاره النقل. هو حد يا بنت قالك انت هاجمت وزاره النقل؟ انت بتهاجمي جوزك، بتقولي الحقوا في عمليات سرقه بتحصل في السكه الحديد، وطالعه بتقول لك الوزير النقل قال اتصل بيها. فانا اشك في الحته دي، يعني انا اشك في الحته دي. تعال نروح للفيديو بتاعها وهي بتقول انا طالعه لسياده الوزير اعتذر لسياده الوزير، وحضرتك اتصلت بيا انت فهمت غلط او انتوا فهمتوا غلط. تعال نروح للفيديو ونرجع لكم تاني، يلا بينا. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده يا جماعه انا طالعه اتاسف لسياده الوزير عشان الموضوع اتفهم غلط. بالعكس حضرتك مشكورا اتصلت بيا وحاولت تعرف وانا وضحت، بس الموضوع اتفهم غلط. انا يا جماعه ما بتهمش وزاره النقل باي حاجه، انا حبيت اوضح بس ان انا طليقه احمد سعيد عبد اللطيف كنت عايشه معاه وكنت بسمع حاجات، فانا حبيت اوضحها بسبب الظلم اللي كان عامله فيا، فانا حبيت اوضح مش اكتر. ولما حضرتك كلمتني مشكورا حاولت تعرف وانا وضحت لحضرتك كل حاجه، وطالعه بس اوضح للناس ان انتوا فهمتوا غلط. انا ما بتهمش وزاره النقل بحاجه، بالعكس
انا بوضح مش اكتر، وكنت بستغيث. انا واحده ضحيه واحد جه كسر عليا باب الشقه بالطريقه دي، وانا ماليش حد. حبيت اطلع اوضح صوتي واقول اللي بيحصل كذا وكذا وكذا، عشان كفايه ظلم. وانا بتاسف لحضرتك، عشان انا مش يعني حضرتك بجد كتر خيرك انك اهتميت واتصلت بيا وانا وضحت لك. ويا جماعه بجد مش عايزه تحوير وتقولوا ان انا بتهم وزاره النقل والكلام ده، لان ده ما حصلش مني. زي ما انتوا شفتوا كده وهي طالعه بتقول انا اسفه، انا طالعه اتاسف لسياده الوزير، وحضرتك اتصلت بيا ومش اتصلت بيا، وانتوا فهمتوا غلط ومش فهمتوا غلط. خليكي في حالك يا ماما، بالله عليكي خليكي في حالك. جوزك اتنيل عليكي او طريق اتنيل عليكي، ما تهيجيش الدنيا، ما تعمليش بلبله بالاونطه، ما تعمليش حكايات وسرقه فرنكات. مين اللي يقدر يسرق فرنكات؟ ده انت على نياتك، ده انت على الله ان شاء الله. حاولي تظبطي امورك مع جوزك او طريقك ده، حاولي تصلحي تمام. ولا ده لو هو قبل ان هو يقابلك اساسا تمام، لو انت عايزه ترجعي له او انت بتحبيه او انت كنت باقي عليه تمام، وتحاولي بقى تبقي ضره للست التانيه اللي هو متجوزها. انما ما تعمليش حوارات بالاونطه، ما تعمليش حكايات وتقولي ايه الحق يا سياده الوزير الفرنكات بتتسرق، الحق يا سياده الوزير الفنيين معاهم فلوس، الحق يا سياده الوزير الفلوس ظهرت عليهم وبيروحوا يتجوزوا جوازات تانية. وبكده فلنكتفي بهذا القدر. حبايبي واخواتي، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الفيديو يكون عجبكم، ففضلا وليس امر اضرب اللايك الجميل بتاعك، حط الاشتراك الجميل بتاعك عشان يجي لك كل حاجه جميل من قناتنا، قناه محمد جمال، وقناتنا الثانيه قناه يوميات محمد جمال. وفي نهايه الفيديو اقول لكم سلام عليكم.